مليون مبروك. خمسه وخميسه للنادي الاهلي. ليه بقول خمسه وخميسه؟ لان المباراه الخامسه على التوالي للنادي الاهلي الذي لم يتلقى شباكه اي هدف. نعم، كلين شيت في 5 لقاءات من بعد مباراه ماموليدي سان داونز اللي الناس كلها انتقدت النادي الاهلي. لا، النادي الاهلي لما بيتم انتقاده بيدوس على نفسه، بيورس على نفسه عشان يتوج ويقف في الساحه ويقول انا اهو. وفعلا النادي الاهلي بيقول النهارده انا اهو. مليون مبروك لعشاق النادي الاهلي، مليون مبروك لمحمد الشناوي السد المنيع، تصدى لاكتر من كوره. مليون مبروك لنادي بيراميدز. انا بقول مبروك ليه لنادي بيراميدز؟ لانهم ادوا اداء مشرف، شرفوا مصر وجم ما خافوش، قال لك لا نخش البطوله ونلعب البطوله دي ونلعب النهائي ده. ليه؟ لان دي كوره مستطيل اخضر، خايف منه ابعد. زي نادي الزمالك كده لما بعد وقال لك ايه، اجيبها من قصيرها واجيبها في قوانين واجيبها في لوائح وابعد واقول لك ده انا خدت قرار والقرار غلط، قرار صح، اهم حاجه خدت قرار. بس نادي بيراميدز ادى اداء جيد النهارده، مستوى عالي جدا، مباراه قويه. عشان مباراه توصل للشوط الثالث والنادي الاهلي يجيب الجون في الدقيقه 97، لا بيراميدز عمل لقاء جيد جدا. لولا محمد الشناوي كان النادي الاهلي ممكن يخسر اللقاء النهارده. بس زي ما عودنا محمد الشناوي ده فرد من افراد النادي الاهلي، فرد من تيم النادي الاهلي. مش معنى ان محمد الشناوي صد الكوره يبقى محمد الشناوي هو اللي فوز النادي الاهلي، لا، دي منظومه كامله، منظومه كامله بيديرها كولر. قوه الفريق من قوه حارس المرمى. مليون مبروك محمد الشناوي. يلا بينا، عندنا لقاءات كتير جدا النهارده وتصريحات كتير جدا في حلقه النهارده. عندنا كلام عن العقوبه اللي خدها نادي الترجي، عندنا تصريحات كتير جدا في المباراه النهارده. يلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا. طبعا زي ما عودناكم كل حلقه معانا بيكون في تصريحات للنجوم بعد اللقاء. ابرز التصريحات دي كان طاهر محمد طاهر. الراجل قال لك ايه؟ قال لك احنا جينا اللقاء ده مش فارق معانا مين اللي جاي او مين اللي ماشي او مين بمعنى اصح اللي هيجي او مين اللي مش هيجي. ليه؟ احنا جايين فقط ناخد بطوله السوبر المصري. دي كان من اقوى التصريحات. الراجل بيدللك على حجم وقوه النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيفرقش بالنسبه له شكليات، بمعنى كل الكلام وكل الاحداث دي في الخارج. الراجل كولر عامل معسكر قوي جدا. ده بيدل من تصريحات الناس. معنى ان الراجل زي طاهر محمد طاهر غايب بقاله فتره وبيعود وبيجي وكلام من ده، الراجل بالعقليه دي بيقول لك احنا جايين مش فارق بالنسبه لنا هنلاعب مين اللي جاي، مين اللي رايح، مين اللي نازل، مين اللي جاي. معنى اصح احنا جايين ناخد البطوله فقط لا غير. ده اللي مصدرها النادي الاهلي ومجلس ادارته للعيبه، وده اللي واضح في التصريحات. تاني تصريح معانا للشناوي. الشناوي قال لك مباراه كانت قويه جدا في البدايه، واحنا الفتره دي خارجين من ماتشات تقيله جدا. بقى لنا يعتبر 4 ماتشات قبل مباراه السوبر دي ماتشات قويه جدا. طبعا احنا عارفين النادي الاهلي لم يتلقى شباكه اي هدف في ال4 مباريات اللي فاتت. حتى مباراه النهارده بتاعت السوبر المباراه الخامسه النادي الاهلي ما دخلش فيه هدف. ده معناه ان الشناوي بيقول لك بمعنى اصح ان الماتشات اللي فاتت كلها كانت ماتشات صعبه، احنا قدرنا نقف سد منيع قدام الشباك بتاعتنا، ما دخلش فينا هدف. معنى ان ما دخلش فينا هدف واحنا كلين شيت، ده معناه ان احنا تعبنا جدا عشان نوصل للمرحله دي. بيقول لك النادي بيراميدز قدم مباراه قويه جدا، والسوبر النهارده كان قوي جدا تجاه نادي بيراميدز، وده نادي عنيد واحنا عارفين النادي ده قوي جدا وقدرنا نتخطى العقبه دي. ده رد فعل قوي جدا وتصريح هايل من كابتن النادي الاهلي. التصريح اللي معانا الثاني للفريق الثاني وليد الكارتي. الراجل قال لك ايه؟ قابلنا خصم عالي، تمام، ودي تجربه نتعلم منها، وبهنئ لاعبي بيراميدز. بصراحه قمه الشياكه والاحترافيه في التصريح. الراجل قال لك احنا بمعنى اصح قابلنا فريق عالي، يعني ما قللش من النادي الاهلي وقال لك ده النادي الاهلي فاز بالحكام ولا كلام من ده. راجل واقعي جدا. ليه؟ راجل كان بيلعب كوره وكان هيقدر يجيب اكتر من هدف، بس سوء الحظ ما صادفش الراجل اللي هو اللعيب ده، تمام. الراجل قال لك المنظومه النادي بتاعتنا بشكرها، ده الاحتراف. انا بشكر منظومه النادي، واحنا هتتيح لنا الفرصه ان شاء الله في اللي جاي ان احنا نقدر نفرح جمهورنا ونفرح نادي بيراميدز ونقدر نتوج ونقف على المنصه الخاصه بالتتويج. دي تصريحات الراجل اللي هو وليد الكارتي. من ضمن التصريحات القويه اللي بسطتني جدا النهارده كولر بكل بساطه بيفرح دايما. الراجل منبهر بالجمهور وقاعد يبص على الجمهور. ايه الجمال ده؟ دي اكتر حاجه بتبسطني. ليه؟ لان لازم المدير الفني يبقى عارف حجم الفريق اللي هو معاه، لازم يشوف الجمهور بتاعه، لازم يشوف اللعيبه، ولازم يشوف الجمهور قبل اللعيبه. ولا والجمهور وراه يعني. بمعنى اصح الراجل قال لك المذيع وهو بيكلمه بيقول له ايه رايك في البطولات مع النادي الاهلي؟ قال له انا بعشق البطولات، ما تكلمنيش على البطوله دي، كلمنا عن كل البطولات اللي جايه ان شاء الله. المذيع قال له ايه كمان في اللقاء؟ قال له البطوله دي المستحبه لقلبك، ودي البطوله اللي انت توجت بيها اول بطوله مع النادي الاهلي. قال له مش دي بس، ده كل البطولات مستحبه لقلبي وانا بعشق البطولات. دي من ضمن التصريحات القويه جدا اللي بياكد لك ان الراجل جاي اشتغل واخد بطولات، مش فارق بالنسبه لي اي شيء، المهم اخد بطولات. من ضمن التصريحات الثانيه برضو اللي معانا علي معلول تحسه انه مصري يا جدع. لولا انه لا رافع بس علم تونس النهارده انت هتفهم انه تونسي، لا الراجل مصري بكل ما تحمله الكلمه من معنى. الراجل قال لك ايه؟ مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك للشعب المصري. هي دي الروح الجميله. علي معلول بيهني الشعب المصري، ما عندوش عداوه مع اي حد. الراجل بيقول لك مليون مبروك لمصر كلها، سوبر جميل، اداء هايل، هنى الفرقه الثانيه بيراميدز وهنى فرقته، واتكلم كلام كويس جدا على الفرقه
فرقته، واتكلم كلام كويس جدا على الجماهير، وقال لك دي شخصيه الفريق ودي شخصيه النادي الاهلي. دايما علي معلول بيذكر شخصيه النادي الاهلي. التصريحات اللي جايه معانا برضو خالد عبد الفتاح من الانتقالات الجديده، راجل بقى له 5 شهور في الفريق، راجل ادلى بتصريح جميل جدا جدا جدا. المذيع بيقول له ايه؟ المذيع بيساله بيقول له دي يعتبر اول بطوله ليك مع الفريق بعد 5 شهور، ده انجاز. قال له لا استنى عندك، دي مش اول بطوله، دي تاني بطوله. يعني انت متخيل الراجل بيقول له بعد 5 شهور انت خدت بطوله؟ قال له لا استنى انا خدت بطولتين. يا جدعان اللي بيعدي من قدام سور النادي الاهلي بياخد بطوله. طبعا احداث اللقاء احداث كتير جدا واحداث شيقه جدا. لو هنبتدي اللقاء معانا، اول انذار في اللقاء كان لعلي جبر، كان في الدقيقه الاولى خبطه مش كويسه تسبب في انذار في اول دقيقه في اللقاء. كانت حاجه صعبه جدا ان مدافع بيراميدز يتأيد من اول لحظه واول دقيقه بانذار. كرة بعد كده معانا اول ركنيه كانت للنادي الاهلي الدقيقه السادسه. يعني متخيل النادي الاهلي بيضغط من اول لحظه لدرجه ان هو الدقيقه السادسه وصل تحديدا لمنطقه جزاء نادي بيراميدز، وكمان ركنيه عن طريق علي معلول. اول تسلل كان عن طريق بيرستاو، كانت الدقيقه السابعه. بعد كده بيراميدز من الدقيقه ال 15 ابتدى بقى يسيطر على زمام الامور. ليه؟ بيراميدز من الفرق العاليه وتكتيكها عالي جدا، فباتشيكو نبه اللعيبه قال لهم عايزين نسيطر على وسط الملعب بحيث ان احنا نحجم النادي الاهلي، وده فعلا كان واضح جدا وكان في انتشار تام. مع ان مايسترو وسط ملعب نادي بيراميدز عبد الله السعيد المصاب ربنا يعافيه يا رب ويرجع بالسلامه مش موجود، بس فريق منظم بيسلم كره مثلثات ومربعات وكور عرضيه وكور يمين وشمال، ابتدى يسيطر على زمام الامور في الدقيقه ال 15. لو جينا طلعنا بعد كده، اول كره خطيره كانت لبيراميدز عن طريق فخري لقاي، شاطها من بره ال 18 على يعتبر يمين محمد الشناوي وتصدى ليها تصدي كويس جدا، الكوره طلعت لركنيه. كانت دي اول هجمه خطيره لنادي بيراميدز في اللقاء. جينا بقى لاجمل لقطه في اللقاء، كانت اللقطه دي لحمدي فتحي الدقيقه 20، عمل تاكلينج اكتر من هايل داخل منطقه الجزاء. الراجل فخري لقاي رجعها بكعبه، المهاجم جاي وهيخبط الكره برجليه يدخلها جون صريح، حمدي فتحي ينزل بتاكلينج رجولي يقطع الكره. قمه الجمال، 50% من قوه النادي الاهلي حمدي فتحي ومروان عطيه، حدث ولا حرج. قوه النادي الاهلي 50% منها حمدي فتحي ومروان عطيه في وسط ملعب دفاع النادي الاهلي، ويليهم اليو ديانج. لو جينا بعد كده الدقيقه 28، سيطره وتراجع نسبي من النادي الاهلي. طبعا زي ما قلنا باتشيكو مستوى عالي، لا دافع، لا هاجم، لا امسك وسط الملعب. الراجل ابتدى يبص وابتدى يتعصب على لعيبته، لازم نمسك الملعب. الدقيقه 28 احداث اللقاء كانت مستمره، من اجمل اللقطات اللي في الماتش التفويته بتاعت القندوز، قمه في الجمال. الراجل عمل كام تفويته بس المذيع ما كانش منسجم او ما كانش مركز فيها. لو جيت ركزت بقى على التفويته دي، ايه الجمال ده؟ رؤيه واضحه جدا، اللعيب بمعنى اصح عنده 4 عيون، كانه عنده عينين قدام وعينين ورا. الراجل شاف الكره وراح مفوتها ما بين رجل اللعيب وراح معدي، وتسديده قويه والكره اتحسب هندس من على ال 18 بتاع بيراميدز، وهجمه خطيره. الكره اتحسبت هندس من على ال 18 بتاع بيراميدز في اللحظه دي من القندوسي بعد ما شاطها بعد التفويته الجميله. يبتدي علي معلول يحط الكوره عشان يشوطها، تسديده قويه جدا في نص الجول، تعلو حارس المرمى احمد الشناوي يصدها بطراطيف صوابعه ويطلع الكوره. قمه في الجمال بصراحه، سوبر على مستوى عالي جدا، لينتهي الشوط الاول بنتيجه 0-0. جينا بقى على الشوط الثاني، شوط ابتدى خلاص بقى باتشيكو شاف النادي الاهلي وضعه ايه، كولر شاف النادي بيراميدز وضعه ايه. هبتدي بقى ده شوط بقى ايه، شوط بمعنى اصح اللي يلحق الجون وبمعنى اصح يخلص اللقاء يموته. بدايه اللقاء كانت الدقيقه 49، تسديده قويه جدا بالراس من متولي عن طريق ركنيه من علي معلول، الراجل بيطلع فيها بيسددها يمين احمد الشناوي بيصدها بكل براعه، الكره تطلع ركنيه. كانت قمه في الجمال، يعني ارتقاء عالي من محمود متولي بصراحه، براعه الفتره دي. مليون سلامه عليه بعد اللقاء، كان حصل له خبطه في دماغه وقع وحصل له اغماء، بس الحمد لله كله طمنا عليه دلوقتي واللعيب كويس. الدقيقه 54 انقاذ اكتر من رائع من وليد الكارتي. وليد الكارتي طلع كوره بمعنى اصح ما تطلعش. احمد عبد القادر مسك دفاع نادي بيراميدز يمين شمال شمال يمين لحد ما وصل للسته، عرضها، المفروض القندوسي داخل هيخش بيها الجون. وليد الكارتي اشترك معاه والتحم معاه في الكوره، ما قدرش يلعبها، الكوره طلعت. مستوى هايل جدا من وليد الكارتي، مستوى دفاعي بجانب المستوى الهجومي اللي هو بيقدمه. الدقيقه 72 انقاذ برضو اكتر من رائع، تحديدا محمد الشناوي من وليد الكارتي. الكوره بتلعب ركنيه بتعدي، وليد الكارتي بيلمس الكوره تروح على يمين محمد الشناوي على النادي الاهلي، محمد الشناوي بيطلعها من على الخط. قمه 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 في الجمال بصراحه. مباراه حراس المرمى ان كان احمد الشناوي وان كان محمد الشناوي 10 من 10 الاثنين.
جينا الدقيقه 94 طبعا ضربه الجزاء، محمود كهربا حط المدافع في ظهره ولبسه بمعنى اصح تلبيسه محترمه، دخل علي معلول جاب الجون في الدقيقه 74 ليتقدم النادي الاهلي بنتيجه اللقاء 1-0 في الشوط الاضافي الثالث. طبعا ظلت الهجمات من النادي الاهلي، خلاص بقى بيراميدز هيفتح اوراقه وهيفتح الشوارع اللي عنده بمعنى اصح ورا ليه، الراجل عايز يهاجم وعايز يلحق اي حاجه. تحديدا في الدقيقه 109 انقاذ بطولي من علي جبر، علي جبر بعد محمود كهربا ما انفرد بالحارس احمد الشناوي وقط الشناوي على اليمين وخلاص هيلعبها في الجون واتلعبت، علي جبر يطلع الكره انقاذ اكتر من رائع. واللي عاجبني في علي جبر ان فضل محافظ من الدقيقه الاولى كان عنده انذار، حافظ من الدقيقه الاولى للدقيقه 109 ما خدش انذار تاني عشان يطرد ويدمر فريقه او يأذي المدير الفني بتاعه. تحديدا في الدقيقه 114 تصدي البطوله لمحمد الشناوي، تحديدا دودي الجباز دخل في كوره انفراد وبيركنها لمحمد الشناوي، بيتصدى لها محمد الشناوي بياخدها في بطنه، بيتصاب محمد الشناوي بيقع على الارض. بصراحه اداء اكتر من بطوله، دي ابرز اللقطات اللي حصلت في لقاء النهارده، اداء اكتر من جيد. بيراميدز شرفنا، النادي الاهلي شرفنا، اداء بطولي، اداء هايل. نتمنى اللقاءات الجميله دي تتكرر اكتر واكتر ليتوج النادي الاهلي بكاس السوبر المصري. طبعا زي ما عودنا النادي الاهلي ان بنقفل صفحه وبنفتح صفحه جديده. النادي الاهلي هيسافر يوم 9 لتونس ان شاء الله لملاقاه نادي الترجي التونسي في تونس يوم 12 ابريل القادم ان شاء الله، اللي هي الجمعه القادمه. مباراه قويه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، في تفاصيل كتير جدا واحداث خاصه باللقاء، عقوبات خاصه على الترجي واحداث كتير من الكاف. اللعيبه اللي مش هتشارك في اللقاء ده الخاصه بفريق الترجي التونسي وتم الاعلان اصابتهم هم تحديدا حمدو الهوني من اللعيبه الاقوياء جدا في نادي الترجي التونسي وغيلان الشعلاني. اللاعبين دول مش هيتم مشاركتهم ناتج الاصابه وبعدهم عن اللقاء ان شاء الله. نتمنى معظم اللعيبه القويه في الترجي ما تشاركش في اللقاء ده. احداث كتير جدا، حرمان الترجي التونسي من الجمهور، احداث غريبه جدا في اللقاء ده ان شاء الله اللي هو لقاء الذهاب هناك في تونس. تم تاكيد الحكام الخاصين بيه، هو الحكم الكيني بيتر اويرو ومعاه بيساعده الحكم اللي هو الخاص بحكم الفار هو مصطفى غربله الجزائري. لو جينا ركزنا في بيتر اويرو، ده حكم الحكام الصاعدين في افريقيا دلوقتي واللي بيأدوا بمستوى كويس. الحكم ده حكم لقاء الاهلي والقطن الكاميروني في الكاميرون وكان وشه حلو على النادي الاهلي، وايضا كان وشه حلو على ميلودي سان داونز لما راح ضيف في الجزائر على شباب بلوزداد الجزائري وفاز بنتيجه 4-0 هناك. طبعا بغربله برضو احنا عارفين ان هو حكم الحكام الصاعدين الكويسين، نتمنى يديروا اللقاء بشكل كويس جدا. ده اللقاء خاص بتونس هناك اللي بمعنى اصح مريح قلبنا شويه. لو جينا بصينا على اللقاء اللي بعده هيبقى الجمعه اللي بعده يوم 19 ان شاء الله، هيبقى اللقاء ده في استاد القاهره هنا. نتمنى ان 120,000 مشجع دي تبقى فرصه لينا ان احنا نقدر نعدي دور نصف نهائي ابطال افريقيا ونوصل للنهائي ان شاء الله. الحكام اللي موجودين دول من الحكام اللي قلقونا شويه. اول حكم معانا الموريتاني دهاني بيدا. بيدا ده من الحكام الاقوياء برضو، بس للاسف كان اثر علينا في مباراه الاهلي والهلال السوداني في السودان، وللاسف ما كتبش بعض احداث خاصه باللقاء والمجريات اللي حصلت بعد اللقاء، ما كتبش اي حاجه ولا وضح اي مشاكل حصلت من فريق الهلال السوداني تجاه والتعدي على الجهاز الطبي الخاص بالنادي الاهلي والتعدي على علي فرج الحارس الخاص بالنادي الاهلي. بعض احداث كتير حصلت في اللقاء الحكم ما وضحهاش، فما كناش نتمنى انه يكون موجود. والاغرب الحكم الخاص بالفار اللي هو حكم دانيال لاريا، ده الحكم حكم فار للاهلي 3 مباريات اللي فاتت. الحكم ده من الغريب ان هو ما حسبش الكره بتاعت كهربا في ماتش الرجاء، الشده الواضحه جدا في اول اللقاء، ولا ادى اي انتباه للحكم الخاص بالساحه ان وقف ده في ضربه جزاء. نتمنى اللقاء ان شاء الله واللقاءين يعدوا بشكل جيد. تعالوا نتكلم مع بعض اكتر باستفاضه على العقوبه اللي وقعت على نادي الترجي اللي تمت. خلاص مباراه النادي الاهلي اللي قادمه مع نادي الترجي في تونس هتبقى بدون جمهور. تعالوا اوضح لكم ايه العقوبه اللي تمت بالظبط. الكاف وضح ايه العقوبه، قال لك اللاعب بدون جمهور ل4 مباريات متتاليه قادمه على ارض الترجي، يعني الترجي ال4 مباريات القادمه ليه على ملعبه هيلعب بدون جمهور، من ضمنهم طبعا مباراه النادي الاهلي. العقوبه اللي اتقالت الثانيه التحذير في حاله، بمعنى اداله كمان سماح 12 شهر، قال له انا هحذرك في ال 12 شهر لو عملت اي خلل او خليت بالقواعد او الاسس اللي احنا وضحناها لك دي او اي خروج عن النص خلال ال 12 شهر القادمين هيتم مباشره عدم مشاركتكم في البطوله بشكل رسمي، هيتم استبعادكم بمعنى اصح. يعني بمعنى اصح الاتحاد الافريقي او الكاف بيلقيهم او بيكلمهم بكلام حزم، يعني من الاخر هتعمل اي تصرف خلال 12 شهر الجايين دول هتخرج بره البطوله خالص ومش هتشارك نهائي في البطوله، مش هيتوقع عليك عقوبات. وكمان قال له مع تطبيق العقوبات المؤجله بغض النظر عن باقي
العقوبات التي يمكن اتخاذها. يعني كمان في عقوبات قديمه على نادي الترجي مؤجله هيتم الاخذ بيها، وهتبقى كل العقوبات ضدك يا نادي الترجي. ومن ضمن كمان العقوبات الماليه قال لك غرامه ماليه قدرها 300,000 دولار. كم عقوبات هائل، يعني حاجه غريبه جدا من جمهور نادي الترجي ان يخش الاستاد بشنيور ويتم عمل صخب واحداث ما نحبش نتمنى نشوفها، ما كناش بنشوفها غير من نادي نابولي، وعمرنا ما شفنا موضوع الشنيور ده في الاستاد. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. نتمنى فوز النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا القادمه، والنجاح لكل الانديه المصريه. اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث نجيل كل جديد. شكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.